السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. ذكر المهنيون بدء الأضرار الصحية الناجمة للاستعمال غير الصحيح للأدوية. جهود لرفع كفاءة التعليم باللغة العربية في مدارس مديرية تسني. دعوة في الجنوب لتجنب المخلفات الإلكترونية. مقتل عشرات المسلحين بهجمات شرق نيجيريا. بوتين يتوعد برد ساحق ويؤكد روسيا لن تخضع للضغوط الأمريكية. الجيش الفنزويلي يجري تدريبات دفاعية ساحلية. إلى التفاصيل. ذكر خبير الأدوية بمستشفى كرن الصيدلي بنيام سامسون بالمضاعفات التي يتعرض لها الإنسان عندما التعامل أو أخذ الأدوية التي توصف لمعالجة أو لمقاومة الأمراض، وحث المجتمع على فهم الاستفادة من فوائد الفحوصات اللازمة قبل تناول الأدوية واستشارة المختص وإبلاغهم بالأدوية التي يتناولونها سابقا لتجنب الآثار الجانبية للأدوية، في حين أن الحذر أمر بالغ الأهمية في جميع أنواع الأدوية. وركز الصيدلي بنيام أن المضادات الحيوية خاصة تلك المستخدمة لعلاج الالتهابات بالبكتيرية يمكن أن تقلل من فعاليتها وتؤدي إلى أمراض خطيرة إذا لم تستخدم بشكل صحيح. وأشار إلى ضرورة الالتزام تعليمات تناول الأدوية التي توصف حسب حالة المريض والمرحلة المرضية التي وصل إليها تزامنا مع الفترة التي يجب أن يأخذ فيها الدواء للاستفادة من فعالية وميزات الدواء، والتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية في حالة ملاحظة أي تغييرات غير طبيعية لدى الأشخاص لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وتجنب المضاعفات الناجمة عنها. وذكر صيدلي بنيام بأن الدواء سم متوازن، وأن العلاج الذاتي وعدم طلب المشورة الطبية المختصة وتناول الدواء خارج الطريقة الموصوفة وعدم تناول الدواء بعد وصفه والتوقف عن تناول الدواء من بين الممارسات الضارة الشائعة التي تحتاج إلى معالجة. وأكد أخيرا على ضرورة أن يبذل كافة المهنيين جهدا كبيرا لرفع الوعي العام وتشجيع المرضى على طلب المشورة وتقديم المعلومات ذات الصلة إلى المختصين. دعا مسؤول فرع التعليم بمديرية التسنية الأستاذ آدم بشير إلى زيارة مشاركة المجتمع في الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة المدارس التي تدرس باللغة العربية، وأفاد أن مشاركة الطلاب لا تزال في مستوى جيد، ولكن المدارس تواجه نقصا في المعلمين، وأن الفرع يعمل لإيجاد حل مشيرا إلى أهمية مشاركة المجتمع في هذا الشأن. وذكر أن المدارس بدأت هذا العام في موعدها المحدد بفضل وصول الطلاب والمعلمين في الوقت المناسب والتوزيع المبكر للأدوات الدراسية، مضيفا أن إجمالي 26,000 طالب وطالبة يحصلون على الخدمات التعليمية حاليا في 58 مؤسسة تعليمية. وأضاف بأهمية مرحلة ما قبل المدرسة في تنمية المهارات الشاملة للأطفال نظرا إلى أعمارهم ونموهم الذهني، وأن عدد رياض الأطفال ارتفع من 10 إلى 24 وعدد الطلاب إلى نحو 2000 طالب هذا العام. وقال أن الخدمات الثانوية التي تم إطلاقها في المدارس الابتدائية العام الماضي خففت من مشاكل الطلاب ومخاوف أولياء الأمور، مذكرا الآباء إلى تعزيز دورهم لمحاربة تخلف الطلاب الغير مبرر من المقاعد الدراسية. وحث الأستاذ آدم بشير في الختام أولياء الأمور على الاستفادة من توفر رياض الأطفال بشكل صحيح والمشاركة في تطويرها، حيث يجب أن تبدأ العملية التعليمية بخدمات ما قبل المدرسة. دعا مسؤول فرع البيئة بالإقليم الجنوبي السيد تكي تخلى مريم إلى بذل الجهود للقضاء على آثار النفايات الإلكترونية على صحة الإنسان والحيوان والبيئة على حد سواء. وحث الجهات المعنية على إيجاد طرق للتخلص السليم من مختلف أنواع المعدات الإلكترونية المتهالكة ومخلفات الخدمات المكتبية والاتصالات والخدمات المنزلية والطاقة وغيرها من الأغراض، لأن هذه الأجهزة تحتوي على مكونات كيميائية خطيرة. وأضاف أن هذه المكونات تحتوي على عناصر متفجرة وقابلة للاشتعال ومسببة للتآكل، وأنها سامة وناشطة شعاعيا ويمكن أن تختلط بسهولة مع عناصر أخرى. وأشار إلى أن النفايات
وأشار إلى أن النفايات الإلكترونية تعرض الإنسان لأمراض مختلفة مثل السرطان وأمراض القلب والكلى والرئة واختلال الذهني واضطرابات الدورة الدموية والإنجاب والربو واضطرابات هرمونية وتأخر النمو، كما تسبب تلوث الهواء والماء ودمار التربة في البيئة. وذكر بأهمية قراءة وفهم محتوى الملصقات الموجودة على الأجهزة الإلكترونية قبل استخدامها، خاصة البطاريات التي تكون عرضة للاشتعال، خاصة ميزات تأثرها بالحرارة وعدم خلطها مع النفايات المنزلية الأخرى، بالإضافة إلى ابعادها عن متناول الأطفال ومصادر المياه. وحث إدارات المديريات على إعداد عربات أو حاويات خاصة للنفايات الإلكترونية، مذكرا أنه من المهم أن يكون هنالك قانون لإدارة النفايات الإلكترونية. قام فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في مصوع بتخريج 41 شابا وشابة في العلوم الاجتماعية يوم أمس 23 من أكتوبر. وذكر مسؤول فرع الاتحاد الشاب داوود تخلون في كلمته أن الهدف هو تأهيل شباب كفؤ وملتزم ومسؤول، مضيفا أن البرنامج سيستمر بشكل أوسع مستقبلا. وقال مسؤول قسم السياسة والتنظيم بفرع الاتحاد في إقليم شمال البحر الأحمر الشاب سليمان يوسف أن التدريب من شأنه أن يعزز المعرفة والوعي لدى الشباب، وذكرهم ضرورة ترجمة الدروس المستفادة إلى ممارستها وأن يكونوا القدوة. وحث مدير مدينة مصوع السيد هايلي أسفها وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم السيد مكونن تصفى مريم المشاركين على فهم المسؤولية التي يحملها هذا التدريب. تقوم شرطة مرور الإقليم الأوسط بإقامة محاضرات عن أهمية الالتزام بقوانين المرور وعواقب مخالفتها لطلاب المدارس الشهداء والبحر الأحمر وبركة الثانوية في الفترة من 22 وحتى 23 من أكتوبر الجاري. وأكد قائد شرطة المرور الرائد هبتاي قبرو أن عدم إعطاء الأولوية للمشاة وركوب دراجة غير آمنة وعرقلة الطريق بالاصطفاف على عرض الطرقات والتمسك بخلف المركبات وركوب دراجة بدون أضواء في الظلام وركوب دراجة على رصيف المشاة هي من أكثر المسببات الشائعة للحوادث التي يرتكبها سائقي الدراجات الهوائية وعلى رأسهم طلاب المدارس الثانوية. وحث الرائد هبتاي الطلاب على الالتزام بقوانين المرور أثناء قيادتهم للدراجات الهوائية لتجنب الحوادث الناجمة عن الإهمال. وذكر مسؤول التحقيقات المرورية سيد بنيام برهاني بدوره أن 2087 حادثا مروريا تسببوا في وفاة 27 شخصا وإصابة 523 آخرين خلال الأشهر التسعة الماضية، ما تسبب في أضرار بالممتلكات التي تبلغ قيمتها أكثر من 13 مليون نقفة. كما ذكر مسؤول الرقابة والمخالفات المرورية سيد إسحاق يعقوب أن من بين 62 ألف مركبة متهمة بمخالفات مرورية كان 15,068 منها من الدراجات الهوائية. لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون وأضرار جسيمة في الممتلكات جراء انقلاب شاحنة كبيرة على طريق بارنتو أنتوري اليوم 24 من أكتوبر. وأفادت وكالة إيران الإخبارية بأن الشاحنة تحمل لوحة ER3A 8120 كانت متجهة من أنطوري إلى بارنتو وتعرضت للانقلاب مساليا في ضواحي شاكات. وصرح مسؤول التحقيقات المرورية في شرطة إقليم القاشبركة سيد سياس برهاني أن الحادث وقع على بعد 12 كيلومتر من مدينة بارنتو، وأن المعلومات الأولية تشير إلى قيادة السائق بطريقة غير آمنة وفي ظل الحمولة الزائدة. وحث السيد السياس السائقين الذين يقودون في هذا الطريق الذي حدث فيه أكثر من حادث مماثل القيادة بمسؤولية والانتباه للطرقات واتباع القوانين المرورية والتأكد من صحة مركباتهم، بالإضافة إلى عدم التهاون عند القيادة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلن جيش نيجيريا أنه قتل 50 مسلحا ينشطون في تنظيمات متشددة استخدموا مسيرات لتنفيذ عدة هجمات على قواعد عسكرية في شمال شرق البلاد. وفي بيان قال متحدث عسكري أن القوات العسكرية مدعومة بطائرات مقاتلة اشتبكت مع متمردين شنوا هجمات منسقة على قواعد في بلدات مختلفة وكذلك في بوهامبي المجاورة. ولم يحدد الجيش المجموعة التي تقف وراء الهجمات، لكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصادر استخباراتية أن المنفذين ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا.
ويخوض جيش نيجيريا حربا منذ 16 عاما ضد جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة في غرب أفريقيا اللذان يسعيان لإقامة خلافة في شمال شرق البلاد. انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع الطاقة الروسي، واصفا إياها بأنها خطوة جادة لكنها لن تترك أثرا كبيرا على الاقتصاد الروسي. وقال بوتين في تصريحات للصحفيين من موسكو أن العقوبات الأمريكية التي تستهدف شركتي روسنفيت ولوك أويل تشكل محاولة للضغط على روسيا، مضيفا إن أي دولة أو شعب يحترم نفسه لا يتخذ قرارات تحت الضغط، وقطاع النفط الروسي يشعر بالثقة والعزيمة. وأشار بوتين إلى أنه من المستحيل تعويض النفط الروسي في الأسواق العالمية، محذرا من أن خفض الصادرات الروسية سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالميا، وأن المستهلكين في الولايات المتحدة سيتأثرون مباشرة بذلك. ودعا الرئيس الروسي لمواصلة الحوار مع واشنطن رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا بينهم في بودابست، معتبرا أن الحوار دائما أفضل من المواجهة أو الخلافات، بل وأفضل من الحرب على حد تعبيره. بدأت فنزويلا عملية انتشار عسكرية على مستوى البلاد ضمن مناورات استقلال الساحل 200 التي تهدف إلى الدفاع عن سيادة البلاد واستقرارها الداخلي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. وأطلقت هذه التدريبات التي تشمل 9 ولايات تحت إشراف وزير الدفاع فلاديمير بارتولوميو لوبيز الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس شؤون الدفاع والسيادة. وخلال عملية الانتشار حذر بودرويني من العمليات السرية المزعومة لوكالة المخابرات الأمريكية، قائلا إن أي محاولة لزعزعة استقرار فنزويلا ستفشل. وأضاف أن هذه التدريبات العسكرية تأتي أيضا ردا على ما وصفه بتهديد عسكري جسيم في منطقة البحر الكاريبي. التقى الرئيس الأندونيسي مع نظيره البرازيلي خلال زيارة رسمية إلى جاكرتا، حيث أشرف الزعيمان على توقيع اتفاقية ثنائية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار. وخلال لقائهم في القصر الرئاسي ناقش الزعيمان تعزيز التجارة الحرة لتعزيز التعاون واستكشاف إمكانية استخدام عملاتهم في المعاملات الثنائية. وشهد الرئيسان توقيع وتبادل العديد من مذكرات التفاهم التي تمثل فصلا جديدا في الشراكة الأندونيسية البرازيلية. ومن المقرر أن يحضر الزعيمان قمة قادة رابطة دول لجنوب شرق آسيا آسيان في ماليزيا، حيث سينضم إليهم شخصيات عالمية أخرى بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصيني لي تشينغ. عناوين النشرة مرة أخرى. ذكر المهنيون بالأضرار الصحية الناجمة عن الاستعمال غير الصحيح للأدوية. جهود لرفع كفاءة التعليم باللغة العربية في مدارس مديرية تسني. دعوة في الجنوب لتجنب المخلفات الإلكترونية. مقتل عشرات المسلحين بهجمات شرق نيجيريا. بوتين يتوعد برد ساحق ويؤكد روسيا لن تخضع للضغوط الأمريكية. الجيش الفنزويلي لتدريبات دفاعية ساحلية. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.